خاصة أن هناك يعني من طائفة بشار من دولة مجاورة من بعثوا إليه من ينصره. أنا حدثني أحدهم من درعا في الهاتف قبل أسبوع تقريبا يقسم لي وهو من وجهاء درعا وأخبرني باسمه أيضا، قال يا شيخ عندنا 300 قناص إيراني في المساكن المرتفعة في درعا يقنصون الناس يصيدونهم صيدا كما تصيد ربما الحشرات. ولهذا كما ترون إيران بثقلها كله مع سوريا، حزب الله يرسل الجيوش إلى سوريا، الناس تنتقل من العراق أفواجا باصات بالشهود ينتقلون مما يسمى جيش المهدي إلى سوريا. حتى أهل الخليج أذناب إيران يتكلمون دفاعا عن النظام السوري. تدرون ليش؟ لأن سوريا إذا سقطت فقد هوت عروشهم بإذن الله عز وجل، وبداية نهاية حكم ظالم طاغ شوه الإسلام وادعى الإسلام أصلا ولم يكن يؤمن به يوما. سوريا يا أهل الإسلام القضية ليست فقط الشعب السوري المسكين المظلوم، لكن هي معركة بقاء، هي معركة بقاء يا أمة الإسلام. يا أهل الدين الحقيقي الصافي اجتمعوا لنصرة إخوانكم في سوريا. يا حكومات العرب والخليج بالذات، الله الله مع الشعب السوري. في المدى العراقي أيضا نقرأ أن مسؤولا في منظمة بدر في مدينة البصرة وهو الشيخ حسن الراشد دعا إلى إنشاء جيش أسماه بالمليوني قوامه عناصر من منظمة بدر وجيش المهدي والمسلحين التابعين للكتل السياسية لمواجهة احتمالات سقوط النظام السوري ووصول ما وصفه بنخب إسلامية سنية متطرفة إلى الحكم هناك. وقال الراشد أن العراق مقبل على تحولات كبيرة ومهمة وقد تكون مصيرية بفعل عاملين أساسيين مهمين: الأول الانسحاب العسكري الأمريكي، والثاني تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا الجارة وتكالب الأطراف الإقليمية على هذا البلد الجار ومحاولة إسقاط نظامه لأهداف غير شريفة وفق تعبيره. الآن لما يجون يدمجون تنتبهون الآن الميليشيات اللي يدمجون عصائب ومصائب أهل الحق، هذا اللي هو شيخهم اللي أنشأهم اللي هو مقتدى شيخ المجرمين، هو يقول عليهم مجرمين، هو يقول عليهم مجرمين وقتله. الآن المالك يدخلهم بالعملية السياسية، والآن مدخل يعني عندي أرقام آخر دورة للدمج 2650 من هاي الميليشيات، والآن هم في طور إعداد جيش من هذه الميليشيات تعداد 10,000 كخطوة أولى لمواجهة ما سيحدث في سوريا، لسبق الأحداث. لأنهم الآن أنتم تسمعونهم هذا مسؤول قوات بدر بالبصرة قبل 4-5 أيام صرح قال إذا تغير النظام في سوريا وجو السلفيين، هو طبعا يقصد بالسلفيين كل سني يعني يرجع للدين بغض النظر كونه اخوان واخوان، يعني يقول راح تفتح علينا ابواب جهنم. صولاغ اللي هو كان وزير الداخليه وذبح العراقيين بالدرين والان هو يكون وزير الماليه. صولاغ طلع قبل ايام على قناه البغداديه يقول اذا سقط النظام في سوريا فستكون المعركه مع السلفيين على ابواب او على اسواق كربلاء. ايش اخواني دا يعدون لكم؟ تدرون دا يعدون لكم